أرأيت؟ لقد تكلم الصمت أخيرا. أعط الأوامر حتى يكون رماة السهام والنيران الأفريقية على أهبة الاستعداد، ولا يطلق أحد سهما حتى آمر بذلك. أمرك سيدي القائد. ارفعوا الرايات عاليا حتى يراها العدو بوضوح، ولتكن تهليلاتكم وتكبيراتكم قوية هادرة كالرعد حتى تثير الرعب في قلوبهم. استعدوا ورددوا ورائي: الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! لقد شرعوا في الهجوم. أعط الأوامر حتى تكون كل المواقع على استعداد التام. أمرك سيدي. ما هذا؟ هل قرر ابن العاص مهاجمة المدينة الآن؟ هذا أمر غريب حقا. لن تكون مدينة السلام ساحة قتال. لن يدمر أحد مدينتي. ويل للروم. لماذا لا يتركوننا وشأننا مع المسلمين؟ القادم لا يهدم بيتا، فقد جاء ليبني لا ليدمر. إني أعرفه جيداً، لا يقطع زرعاً ولا ييتم طفلاً. فانتظروا ولا تيأسوا، انتظروا القادم على جواد الرحمة. الله أكبر! الله أكبر! الآن لتضرب كل المواقع الأسوار، ولتنطلق السهام والنيران في غزارة شديدة حتى نلقنهم درسا لا ينسونه أبدا. أعطي إشارة العودة للمجاهدين الأربعة. لقد توقفوا عن الصياح فجأة. لم يتقدم أحد منهم إلى أسوارنا، بينما أطلقنا نحن آلاف السهام والنيران في الهواء. عفوا سيدي، ما الذي يضحكك؟ أضحك من نفسي، لقد سخر مني ذلك الداهية. ائتني بقلم وصحيفة سريعا. لقد توقف كل شيء فجأة، كما بدأ فجأة. ما معنى ذلك؟ من يدري، لعلها إحدى حيل ابن العاص. أطلق هذا السهم إلى أبعد مدى ممكن حتى يصل إلى تلك الراية العالية حيث قيادتهم. من الأرطبون إلى ابن العاص، لعلك تظن أنك قد خدعتني وجعلتني أبتلع الطعم الذي ألقيت لي به حتى تصبر غوري وتستنزف أسلحتي.
ولكن هذا هو أيضا ما أريده أنا. فلعلك الآن قد أدركت مدى قوتي ومنعتي، ولا ريب أن داهية مثلك قد علم الآن بأن الموت ترصده على أسوار مدينتي. فعد من حيث جئت قبل أن أدركك وقومك الهلاك، وقد أزديت لك النصح بسبب إعجابي بذكائك. حمدا لله على عودتك سالما. ولكن عميرا لم يعد بعد. سأذهب أنا للبحث عنه. ما كان ينبغي أن تخاطر بنفسك وأنت أمير القوم يا ابن العاص. تجلد ودعني أحملك. لا 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 عليك، لم يصبني الوهن بعد. يا لك من شيخ عنيد يا صاحبي. ترى لو علم أولئك الذين في الأبراج الآن أن خلف هذه الصخور يوجد قائد الجيش، كم من آلاف السهام والنيران يمكن أن يطلقوها علينا. كف عن الكلام واستند إلي جيدا. عمير، ها هو زوجك سليم معافى، فلا تقلقي يا أم رباب. أسرع بإحضار شيء من الزيت. سأحضره لك بنفسي. هون عليك يا عمير، فسوف ينتهي كل شيء على خير. سبحان الله، أم الرباب، الهبوب، أكاد لا أصدق. منذ زمن بعيد جدا لم أرك ملهوفة علي هكذا. يبدو أنه كلما كبر المرء كلما ازداد تعلقا بعاداته السيئة. راقبوهم جيدا واخبروني فورا عن أي بادرة تبدر عنهم، فإنني لا آمن ما يمكن أن يباغتنا به هذا الداهية في أي لحظة. أمرك سيدي. متى ينتهي الإمبراطور من إعادة تكوين جيشه ويبدأ الغزو المضاد؟ كيف نبقى هنا ساكنين بينما إخوتنا في الشمال تتوالى انتصاراتهم وفتوحاتهم؟ إن لأولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانا في ضمائرنا يا أخي، ولا نريد لأرضها المقدسة أن تكون مجالا للحرب وأهوالها، كما وأننا أمام عدو مشهور بالدهاء، والواضح حتى الآن أنه يعرف عنا أكثر مما نعرف عنه. كنا نعول الكثير على روماس ومن معه في هذا الشأن، ولكن لم يأتنا شيء منهم حتى الآن. لا تقلقا،
إن يعرف ما يعوقهما عن الاتصال بنا حتى الآن، هذا يعني أنهم لم يحققوا شيئا. أيها الإخوة، لقد علمنا من الأخ إسحاق سابقتكم في الدفاع عن مدينتكم وعروبتكم، وقد رأينا أن نلتقي بكم كي نوحد جهودنا ضد الروم عدونا المشترك. إننا مستعدون أن نقبل التعاون معكم على شرط. ما هو؟ ألا تدخلوا المدينة كما يدخل الغزاة. يا أخ العرب، إن المسلمين لم يخرجوا للغزو واستعباد الناس، وإنما خرجوا ليجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الحق والعدل فوق ربوع الدنيا. أنتم مسلمون وأنا على ديني لا أبرح، فماذا يكون حالنا بعد دخولكم المدينة؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وإنما هي واحدة من ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحرب، فاختاروا لأنفسكم. وهل الجزية هذه نوع من الجباية التي يدفعها أهل البلاد المفتوحة صاغرين؟ يرحمك الله يا أخ العرب، إنما تنفق في رعاية الذميين وأهل الكتاب والدفاع عنهم وإصلاح أمورهم. فلتكن الجزية إذن، ولكم ما لنا من حرية وأمن. مرحبا بكم إذن يا أبناء العمومة. يا أخ العرب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هكذا يقول قرآننا. فساعدونا، ساعدونا على ما فيه صلاحكم. وإننا راهن إشارتكم. إنكم الآن 6 رجال مجاهدين في سبيل الله ومن خيرة أهل بيت المقدس. اتصلوا بالناس في الخفاء، بشروهم بقرب خلاصهم من الروم، وانتظروا ما يصلكم منا، والله الموفق. خيرا يا مولاي. بل شر يا ابن الأيهم. هذا صاحب أرمينيا يرسل إلي معتذرا عن إرسال جيشه، لأنه كما يقول مشغول ببعض مشاكله الداخلية الهامة. لا عليك من صاحب أرمينيا يا مولاي، فجيشه الصغير لن يفيدنا كثيرا. إنه ليس وحده، فقد سبقه إلى الاعتذار حكام الصرب والبلقان والأناضول. يبدو أن أوامري لم تعد مطاعة في إمبراطوريتي. صفي، كل حاجة فيها كما هي يا سيدي، لم نسرق منها شيئا. تستطيع أن تتحقق من ذلك بنفسك، فأنا صياد شريف يا سيدي. كيف حدث ذلك؟ تم كل شيء في سرعة فائقة. كنت هنا على شاطئ النهر ألقي بشباكي في الفجر، وإذا بي أفاجأ بشابة صغيرة حسناء تقدم مسرعة، ثم تتوقف لحظات وتخاطب النهر بكلمات لم أفهمها. كل ما وعته ذاكرتي اسمين فقط: أمي تيودور. وانشغلت بشبكتي وصيدي، فسمعت صوت استغاثة فألقيت بنفسي في الماء، ولكن الموت كان أسرع مني إليها. صلاتي عليك يا حبيبتي النبيلة. قل لي مرة أخرى، ماذا كانت آخر كلماتها؟ أمي تيودور.
أخبرني الصياد الذي انتشلها من النهر أنها كانت تتمتم بثلاث كلمات: أمي، تيودور، النهر. ترى ما معنى ذلك؟ ماذا وراءك؟ كل الخير يا سيدي. فقد وصلت الآن المؤن والإمدادات من مصر عن طريق ميناءي غزة وقيسرية، ونجحنا في التسلل بها. هذا عظيم، فقد جاءت في وقتها. وزعوا السلاح والمؤن بغزارة على الجنود حتى ترتفع روحهم معنوية، ثم اطرحوا الباقي في الأسواق ليشتري الناس كفايتهم، وأطلقوا المنادين في الشوارع بما يلي: يا أهالي بيت المقدس، بشرى لكم، فقيصركم العظيم لا ينساكم، وقد أرسل لكم المؤن والأقوات الكافية ليخفف عنكم وطأة الحصار، لحين عودة القيصر قريبا إليكم، ليؤدب هؤلاء البدو ويطردهم إلى الصحراء التي جاءوا منها. فاصبروا وانتظروا وادعوا لهرقل العظيم بالنصر. المؤن والأقوات تصلهم برغم الحصار. يجب أن نبلغ ابن العاص بوصول الإمداد إليهم. انطلقي على بركة الله. جاءت الأخبار أخيرا من بيت المقدس. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فنخبركم بأن إخوتنا من رجال الجهاد بالمدينة قد علموا بأن قوات الأرطبون تبلغ أضعاف جيش الفتح، والإمدادات والمؤن تترى عليهم عن طريق البحر من غزة وقيسارية، وهم يتعمدون إظهارها أمام الأهالي ليوهموهم بأن الحصار لا يضيق عليهم في شيء، كما يطلقون المنادين بين الناس ليؤكدوا لهم بأن قوات هرقل صامدة في الشمال، وأنه يوشك أن ينتهي من إعداد جيش لاستعادة ما فقده. لابد أن نعرف أي ثغرة في هذا الحصار استطاع الأرطبون استغلالها. لن نضيع الوقت في البحث عن ثغرات، لكن يجب أن نبادر بغلق المنافذ التي تأتيهم الإمدادات منها. إذن نستولي على غزة وقيسارية. سأكتب من فوري إلى أمير المؤمنين في المدينة لأطلب منه أن يوجه جيشا لفتح غزة وقيسارية، وبهذا نكون قد سددنا المنفذ الأخير في وجه الثعلب حتى يعضه الجوع فيخرج من جحره إلينا. لقد تمكنا أن ننشر بين كثير من الناس في بيت المقدس السخط على الروم، وكشفنا لهم ما يقومون به من بطش واستغلال. ولكن ذلك الأمر
لن يفيد إلا إذا أرغمتم الأرطبون على طلب التسليم. لا تتعجل الأمر يا صادق، فابن العاص يدرك الوقت المناسب الذي سيرغم فيه خصمه على ذلك. إذن فلنضاعف الجهد حتى نسهل على عمرو مهمته. ولكن عيون الأرطبون في كل مكان تبحث عن فريسة. هذا حق يا قوم. علمت اليوم أن بعض إخوتنا الذين يرون رأينا قد وقعوا في أيدي رجال الأرطبون، وقبضوا معهم على نفر آخر حتى ينفوا عن أنفسهم تهمة التقصير التي يرميهم بها الأرطبون والتي توعدهم بشأنها. فيما شرودك يا رباب؟ لقد رحل فكري بعيدا يا أختاه، إلى إخوتنا المجاهدين وراء الأسوار. تقصدين أباك وأمك؟ خيرا يا ابن العاص. خيرا إن شاء الله. لقد كلف أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بالمسير إلى قيسارية لحصارها وفتحها، وسأنطلق أنا بجزء من الجيش لحصار غزة، وأرجو الله أن يوفقنا إلى فتحها. إن هذا معناه انقطاع المدد والمؤن عنا، وأن علي أن أبقى حبيس هذا الجحر حتى أموت أنا وجنودي جوعا، وهذا يقلب كل خططي رأسا على عقب. ولم لا تحاول مفاوضة المسلمين في أمر الصلح وتخرج بجيشك من هذا المأزق؟ ليس الأرطبون بالرجل الذي يسلم بالهزيمة. ما زالت قواتي سليمة غير منقوصة، وسأبقى هنا حتى آخر جندي. ولكن من أين سيقتات الناس؟ لا يعنيني أمر الناس، فعليهم أن يدبروا أمرهم بأنفسهم، ولكن الذي يعنيني هو أمر قواتي. بطرس، من الغد عليك أن تستولي على كافة الأقوات الموجودة في الأسواق وتحتفظ بها للجيش فقط. أمرك سيدي. ولكن في ذلك هلاك الناس. المهم جنودي، فهم الذين يدافعون عنكم. يدافعون عنا؟ ضد من يا سيدي؟ ألا تدري ضد من أيها الأسقف المبجل؟ ضد هؤلاء الأعداء الذين يحيطون بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم. لو تركتنا وشأننا معهم فإننا نستطيع تدبير أمورنا في أمان ويسر. هكذا. إذن فأنت ترحب بهؤلاء البدو وتخلع ولاءك للإمبراطور العظيم. لقد سبق أن قلت لك يا سيدي إن ولائي فقط لمدينتي الغالية. تلك المدينة التي تتحدث عنها من ممتلكات قيصر. حتى لو كان الأمر كذلك يا سيدي، فلن يجد القيصر إذا ما هلك الناس شيئا يملكه منها سوى الحجارة والأطلال، فكيف يكون القيصر قيصرا على الحجارة؟ أبلغت بك الجرأة أن تسخر من القيصر؟ أنا ما سخرت في حياتي من أحد، ولكني أرجوك أن تتريث قليلا قبل أن تنفذ أمرك هذا وتهلك الناس. إن يهلك الناس أفضل عندي من أن يهلك الجيش. فماذا تعني الإمبراطورية بلا جيشها أيها الأسقف؟ شحت الأقوات بعد أن صادر الروم كل شيء، وأوشك الناس أن يهلكوا جوعا. وعم السخط بين الناس، وهم يدعون على هرقل والأرطبون ويتمنون زوال حكم الروم. حمدا لله، فقد نجحت خطتك يا ابن العاص. إن قلبي مع أهل بيت المقدس الذين جئنا لخلاصهم، فادعوا الله معي بألا يطول الكرب معهم.
لقد جرأت المجاعة الناس على جنودنا حتى أخذوا يتصدون لهم وقتلوا منهم 5 رجال. كيف حدث هذا؟ ما تعودنا منهم إلا الطاعة والرضوخ. يبدو أن هناك من يحركهم ويثيرهم ضدنا. راقبوا كل إنسان، وكل من تشكون في أمره اقبضوا عليه. لا بد من كشف عيون المسلمين التي تعيش بيننا دون أن ندري بهم. هذه المرة لن أسمح لكم بالتهاون، وإلا فسأشنقكم جميعا وأعلقكم على أسوار بيت المقدس. هيا هرمان وشي! يجب أن نستغلها لإحداث مزيد من الارتباك في صفوف الروم، ونعطي إشارة لجنودنا في الوقت المناسب ليقتحموا المدينة. أوصل بك الأمر أيها القائد رومس أن تتخلى عن دينك وتخون إمبراطورك وقومك؟ اسمع أيها القائد، أنا لست بخائن، وليس هرقل بإمبراطوري. إنما أنا رجل مسلم أجاهد في سبيل الحق، وقد تمكنت مني، فافعل ما بدا لك. لنضرب أعناقهم من فورنا سيدي. لا شك أنهم جميعا يستحقون الموت، ولا سيما هذا الرومي الخائن. لتعلم أيها القائد أن ما تتوعدنا به لهو أحب إلينا من الدنيا وما فيها. وهل خرجنا نجاهد إلا ونحن نطلب إحدى الحسنيين، نصرا أو شهادة؟ عجبا، حتى النساء لا تخشى الموت. ومن لا يفرح بالموت في سبيل الله أيها القائد؟ أرى أنكم تتعجلون الموت. أجل أيها القائد، فعجل به قدر ما تستطيع. وماذا لو عفوت عنكم ومنحتكم الحياة؟ الحياة منحة من الخالق وحده أيها الأرطبون، فلا تنتحل لنفسك ما ليس لك به علم. أرى أنكم جميعا تتظاهرون بالشجاعة، وسنرى إلى متى تطول شجاعتكم هذه. بطرس، خذهم إلى القبر وأذقهم أفظع أنواع العذاب حتى يعترفوا على أسماء من أغووهم من أهل المدينة أو يهلكوا. اعترفوا قبل أن تهلكوا. من معكم؟ الله. قلت من معكم؟ أحد أحد الله أحد أحد.
إذن فإنه العذاب، العذاب حتى الموت. الله. أحد 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 أرجو أن يتفضل مولاي بإعفائي من كافة مناصبي الرسمية. لماذا؟ لم أعد صالحا للقيام بها على الوجه الأكمل. هل أنت مريض؟ يبدو ذلك. يمكنك أن تستريح بعض الوقت حتى تسترد عافيتك، ثم تعود لمباشرة عملك من جديد. مولاي، إن العلة لا تكمن في جسدي، إنما تكمن في روحي، والروح لا يصلح في علاجها أمهر الأطباء. أنا لا أفهمك يا تيودور. لكني أفهم نفسي جيدا يا مولاي. دعنا نتحدث كأخوين يا تيودور. خبرني، ماذا سوف تصنع بنفسك إن أنت تركت قيادة الجيش؟ لا شيء سوى الاعتكاف في ضيعتي الصغيرة على شاطئ الدردنيل، بعيدا عن عيون الناس. وما شأنك بعيون الناس؟ كثيرا ما تكون عيون الناس هي الجحيم بعينه، لكن ما هو أفظع منها المرايا. المرايا؟ حيث يرى المرء نفسه، وما أفظع أن يرى المرء نفسه. ما زلت لا أفهمك يا تيودور. يمكنك أن تستريح بعض الوقت حتى تستعيد نفسك. لا أستطيع، لا أستطيع ذلك يا مولاي. تعال أيها الأسقف المبجل وشاركني الطعام إذا كنت جائعا، ولو أنني أشك في ذلك، فالعامة فقط هم الذين يجوعون عادة. أنا لم يعد يهمني الجوع يا سيدي، ولكني لم أعد قادرا على مواجهة الناس وهم يهلكون جوعا بعد أن أكلوا القطط والكلاب والجرذان. تلك مشكلة حقا، فحتى الجيش لم يعد لديه ما يكفيه يومين أو ثلاثة. فماذا تنتظر بعد ذلك يا سيدي؟ يمكنك الانصراف أيها الأسقف. أجنادين؟ نعم، لقد توجه الأرطبون إلى أجنادين، ساق جنوده الفلاحين والرعاة عنوة ليعملوا في ترميم حصونها وحفر الخنادق حولها. إذن فلنلحق به في أجنادين، على أن نبقي جزءا من الجيش هنا لاستمرار حصار المدينة، وسوف نلحق بهم هزيمة مرة أخرى في أجنادين كما هزمناهم من قبل حين خرجت جيوشنا إلى الشام. فتأهبوا للرحيل بإذن الله.
وفد من المسلمين يطلبون الدخول للمفاوضة معكم. هكذا. هذه فرصة طيبة لكسب الوقت. دعهم يدخلوا، ولكن قبل ذلك عليكم بالحذر الشديد. لا تدعوهم يطلعوا على شيء من عوراتنا. لا تأتوا به من الجانب الشرقي الذي لم ينتهي ترميمه بعد. وصفوا الجنود على جانب الطريق وهم في أبهى زينة وكامل سلاح حتى يفت ذلك في عضدهم. ودعوهم يروا من قوتنا ما يبهرهم تماما حتى أستطيع أن أتفاوض معهم من موقع القوة. وسأبذل كل جهدي لإطالة أمد هذه المفاوضات أكبر مدة ممكنة حتى أكسب أكبر قدر ممكن من الوقت الذي أنا في أمس الحاجة إليه انتظارا لمقدم الجيش الإمبراطوري. لكم هو داهية ذلك الأرطبون يا ابن العاص. لقد تكلمنا معه وتكلم معنا، طلبنا منه الرحيل عنا، فطلب هو منا العودة إلى الحجاز الذي خرجنا منه. حاججناه وحاججنا، فلم ننتهي معه على شيء. وهذا هو المطلوب يا عمير. لكن ماذا عن عوراته؟ وماذا شاهدتم منها؟ إن هذا الداهية لم يتح لنا الفرصة لذلك، وكأنما كان يستنتج ما في نفوسنا ويستشف ما في ضمائرنا، فلم يجعلنا نرى إلا كل ما يؤكد قوته. حقا إنه الأرطبون. في المرة القادمة سأصحبكم بنفسي. كيف تفعل ذلك يا ابن العاص؟ أتسعى إلى عدوك بقدميك؟ إنه لو رآك فلن تنجو منه أبدا. هذا إذا عرفني. وهل أنت من يخفى أمره يا ابن العاص؟ سأذهب إليه متنكرا كواحد من المسلمين. إذا فقد عدتم ثانية. نعم أيها القائد، فإن حديثنا معك لم ينتهي إلى شيء في المرة السابقة. أرى أن بعض الوجوه قد تغيرت. من أنت؟ واحد من المسلمين. أعرف ذلك، ولكن أليس لك اسم؟ ما جئناك للتعارف ولكن للمفاوضة. إجابة حصيفة وإن لم تحمل أي شعور ودي. ومتى كان الود بين المتقاتلين؟ ولكنكم هنا الآن للمفاوضة في الصلح بناء على طلبكم، فليكن الود بديلا للشحناء إذن. ما طلبنا المفاوضة في أمر الصلح عن خوف أو وهن أيها القائد، وإنما تنفيذا لأوامر ديننا الذي يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. أي سلام تخاله يكون بيننا وقد رفعتم السيف في وجوهنا، ثم وطئتم أرضنا وأكرهتم الناس على اتباع دينكم والخروج عن ديننا؟ أما قولك إننا قد رفعنا السيف في وجوهكم فإننا ما كنا بالمعتدين، وإنما خاطبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسنى، داعيا إياكم إلى الحق فلم تقبلوا منه. وقام نفر منكم بقتل إخوتنا العزل في ذات أطلاح بلا ذنب جنوه سوى أن قالوا: الله ربنا. ولا يقتل دعاة الحق إلا الباغون. كذلك قام أحد أعوانكم بقتل الرسول الذي أوفده النبي الكريم إلى صاحب بصرى الأسبق الحارث بن شمر. والرسل لا تقتل، بل هم مكرمون حتى ينتهوا من سفارتهم. فكان بيننا وبينكم الدم، والدم لا يغسله سوى السيف. استمر. أما قولك إننا قد وطئنا أرضكم فهو قول مردود عليكم،
لأن الشام وفلسطين ما كانت يوما أرضا لبني الأصفر، ولكنها منذ قديم الزمن يسكنها العرب من الغسانيين والكلدانيين واليبوسيين، وهم أهلنا وأبناء عمومتنا، فلا جرم أن نتقدم لتحريرهم من سيطرتكم عليهم دون أن يكون هدفنا الغزو أو التوسع. فالأخ لا يغزو أخاه، وإنما يعينه على عدوهم المشترك. ما زلت أسمعك، فلا تتوقف، استمر. أما قوله إننا قد أكرهنا الناس على اتباع ديننا وأخرجناهم عن دينكم، فهو أيضا قول مردود عليكم، لأن الدين ليس ديننا ولا دينكم، ولكنه دين الله الواحد الأحد، ولا إكراه في الدين، لكن الله يهدي من يشاء، ومن يهده الله فلن يضله أحد أبدا. لقد أثرت اهتمامي بفصاحتك وذكائك أيها العربي، وأنا رجل لا يجل شيئا قدر الذكاء. فمن أنت بحق دينك؟ كما قلت من قبل، واحد من المسلمين. تفضلوا بالجلوس. إن مثلك لا يكون أبدا من عامة الناس، فالعامة لا يحرصون على إخفاء أسمائهم كما تفعل أنت، ولكن لا يخفي اسمه إلا من يدرك ما لهذا الاسم من أهمية فقط. أيها الأرطبون، لقد شغلت نفسك وشغلتنا معك بالحديث مع واحد من عامة الناس لدينا، وقد حان الوقت أن نعرف رأيك فيما سبق أن عرضناه عليك من قبل. فما قولك؟ في ماذا؟ الإسلام أو الجزية أو الحرب أو الخروج بجيشك سالما من أرض فلسطين؟ عليكم أن تخرجوني منها بالقوة إذا استطعتم. أنت تعلم أننا بعون الله نستطيع ذلك. لو كان ما تقول حقا ما جشمتم أنفسكم عناء المفاوضة، فإن ذلك لا يدل إلا على ضعف موقفكم وخوفكم من لقائنا. هو هذا في رأيي تقدير سليم. فأنت إذن تظن بنا الوهم. كلا، أنا لا أظن ذلك، ولكنني واثق منه. حسنا، لا بأس. ستعرف عند النزال وعندما يلتقي الجمعان كم أنت مخطئ. دعني أعرف ذلك في حينه. ذلك إليك، وإلى أن نلتقي إذن لنا بالانصراف الآن. لا بأس، يمكنكم جميعا أن تنصرفوا ما عدا صاحبكم هذا، فإن لي معه شأنه. ماذا؟ أتحتجز الرسل أيها القائد؟ لقد قلتم إنه واحد من عمتكم، فلا تخافوا عليه، سيلحق بكم بعد قليل. إننا لا نستطيع الرجوع من غيره. أتخشون أن يسألكم ابن العاص عن واحد من عامة الناس؟ عجبا. لا بأس، دعوني هنا وانصرفوا أنتم في حفظ الله، وسنرى من شأن هذا القائد ما يكون. قلبي يحدثني أن هذا هو ابن العاص نفسه. ابن العاص نفسه؟ إذن فيما انتظارك عليه سيدي؟ دعني أقطع رأسه فورا. استهن أيها الأحمق،
لست واثقا بعد، ولكن إن كان هو فسأعذبه حتى الموت أو يدلنا على عورات جيشه. لا تجادلني في مثل هذه الأمور التافهة أيها القائد، عليك أنت أن تبت فيها بنفسك. أمرك سيدي القائد. والآن لنرى كيف نكرم صديقنا العربي الذكي هذا، فالذكاء جدير بالتقدير. سنمنحك جائزة طيبة، ولكن لنبدأ الطعام والشراب. أما الشراب فلا حاجة لي به، فإنني رجل مسلم وديننا يحرم الخمر. أما الطعام إن كان حلالا فلا يأبى الكرامة إلا لئيم. أما الجائزة فإني لا أستحقها وحدي. ماذا تعني؟ دعني أصارحك القول، فأنا أيضا معجب بذكائك أيها القائد، وإن خالفتك العقيدة. إذن فاصدقني القول يا ابن العاص. ابن العاص؟ كيف يقول ذلك داهية أريب مثلك؟ وهل كان ابن العاص من الحمق بحيث يأتي إليك بقدميه؟ أين ذكاؤك المشهور أيها الأرطبون؟ إن لم تكن هو فمن أنت؟ أصارحك القول، إنني واحد من 10 هم بمثابة العقل المفكر لابن العاص، يستشيرنا ويأخذ برأينا، ولا يصلح جيشه بغيرنا. عجب، ألدى ابن العاص 10 مثلك؟ وكلهم أذكى مني، وهو لا يفرط فيهم أبدا. لهذا فقد قلت لك إنني لا أستحق الجائزة وحدي. فإن كنت حقا ترغب في تكريم الذكاء فأعطني ما أفرقه بيننا نحن 10. بل ليتك تأتي بهم إلي فأستمتع بالحوار معهم، فمتعتي الحقيقية هي الحوار مع الأذكياء، وهم نادرون في هذا الزمن بعد أن امتلأ العالم بالأغبياء والحمقى. وستعطي كل منا جائزة؟ إذا ما أعجبني كلامهم كما أعجبني كلامك اليوم. سيعجبونك جميعا، لا سيما أبو الجعيد. أبو الجعيد؟ إنني أذكر هذا الاسم جيدا. أتراه هو الذي... نعم، هو الذي خدع قيصركم نفسه في اليرموك. لا شك أنه داهية خطير. سترى من دهائه ما يفوق تصورك. إذن إلي به في الحال. ليس قبيل غروب شمس هذا اليوم، حتى يمكنني لقاؤهم وإقناعهم بصدق وعدك. لا بأس، لتنصرف الآن من فورك، وسأنتظرك مع أصحابك عند الغروب. إذن إلى اللقاء عند الغروب. أضيف علينا هذا السهم من معسكر المسلمين. هذه المرة قد خانني الذكاء حقا، ولم يكن ذلك لأن ابن العاص أكثر مني دهاء،
ولكن لأن الجشع وهو إظلام للعقل قد دفعني إلى الغباء. أردت 10 بدلا من 1، وما كنت أدري أن هذا الواحد ب1000. فاحذر الجشع يا بطرس، إنه يعمي العقل. تقدموا معشر المسلمين، والله أكبر. ماذا تنتظر؟ أعطي إشارة العودة إلى داخل الأسوار قبل أن يستسلم الجيش كله أيها الأحمق. إشارة الانسحاب! الحمد لله الذي رد كيدهم إلى نحورهم. لقد عاد رجالنا جميعا سالمين ما عدا القليل من الجرحى بعد أن أثخنوا العدو ونالوا منه. إنما النصر من عند الله يؤتيه من يشاء من عباده الصالحين. والعجب كل العجب أمر هؤلاء الأسرى الذين ألقوا بالسلاح فور اللقاء وأسرعوا إلينا مختارين. أكرموا وفادتهم وداووا جرحاهم واعرضوا عليهم الإسلام، عسى الله أن يشرح صدورهم له. تلك هي الطامة الكبرى، عندما يفضل الجنود الأسرى عن القتال فيصبحون عونا للعدو وعقبة لقيادتهم. هي هرقل العظيم، ماذا تنتظر؟ ولم تتركني وحدي أتحمل كل ذلك؟ هون عليك يا سيدي وانتظر. انتظر؟ انتظر إلى متى يا بطرس؟ حتى يصل المدد إلى ابن العاص وهو الذي لم نقدر عليه بدوني؟ أم أنتظر حتى يفلت منا الزمام نهائيا في بيت المقدس وتسقط في أيدي المسلمين ونحن خارجها فنضيع في البرية بلا ملجأ نلوذ به؟ لا 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 يا بطرس، لا لا. لقد انتهت لعبة الصبر والانتظار، وعلينا أن نبادر بالحركة قبل أن نهلك. عند منتصف الليل سنخرج من أجنادين تحت جنح الظلام ونشق طريقنا مسرعين إلى بيت المقدس نلوذ بها. لما لا نلحق به الآن ونداهمه أثناء انسحابه إلى بيت المقدس قبل أن يدخلها؟ لا، بل دعوا الذئب الجريح يعود إلى جحره ليلعق جراحه، ونغلق عليه نحن كل المنافذ، فلا يملك سوى التسليم أو الموت جوعا في الظلام والبرودة، دون أن نخاطر نحن بأحد من جند المسلمين. هذا رأي صائب يا ابن العاص. سنرحل غدا لنعاود حصار بيت المقدس، وستذهب أنت يا أبا الجعيد لتتسلم أجنادين وتدبر شؤونها، ثم تلحق بنا مع المدد الذي يوشك أن يصل إلى هنا خلال 2 أو 3. إن شاء الله. أرى أن تخرج بجيشك من المدينة أيها القائد قبل أن يهلك الناس بسبب الحصار الجديد وكفاهم ما عانوه من قبل. لن أخرج من المدينة إلا لاستقبال هرقل العظيم عند رجوعه إلينا ظافرا على رأس جيوش الإمبراطورية، وستكون أنت ساعتها في ركابي أيها الأسقف المبجل. حتى لو تحقق ذلك فإن أحدا لا يدري متى يمكن أن يحدث، وقد يطول بنا الأمر أكثر من ذلك. ليكن، فسننتظر. ولكن من أين سيقتات الناس أثناء ذلك؟ من أصدقائك المسلمين، كما كان الحال أثناء غيبتي. حتى لو قبل المسلمون ذلك فكيف ستطعم أنت جيشك؟ من نفس المصدر.
كيف تتوقع من غريمك أن يطعمك أيها القائد؟ إذا لم يطعمني أنا وجنودي فلن يطعم الناس أيها الأسقف. هل تعني أن أهل المدينة قد صاروا رهائن لديك؟ تلك هي الحقيقة أيها الأسقف، فإنني أرى أنكم يا أهل بيت المقدس لكم قيمة غالية عند المسلمين، ومن حقي أن أستفيد بذلك. ويحي، لقد وضح كل شيء الآن وصدق حدس الناس. وماذا يقول حدسهم؟ يقولون إنكم وإن كنتم على ديننا فأنتم غزاة محتلون، أما المسلمون فهم وإن خالفون العقيدة إلا أنهم أبناء عمومة جاءونا محررين بحكم أواصر الدم بيننا وبينهم. أيها الأسقف المبجل، أنا رجل عسكري وأفهم في الحرب لا في الأديان، فالحروب لا تعرف سوى تحقيق النصر وبأية وسيلة. حتى لو كانت تلك الوسيلة إهلاك بني عقيدتك؟ المهم ألا أهلك جنودي. عليك أن تدهم الأسواق وتصادر كافة ما فيها من أقوات لإطعام الجيش، وحتى البيوت نقبوا فيها عن أي شيء يصلح للطعام. المهم لا تتركوا أي شيء يؤكل دون مصادرة. يا معشر المسلمين، ها هي مشارف حمص حيث يكمن عدو الله هرقل في آخر معاقله بأرض الشام، فاستعدوا للهجوم لنطهر هذه البلاد من ظلمه وطغيانه. تقدموا والله أكبر. ضاع كل أمل لنا في استرداد بلاد الشام من أيدي المسلمين. اليوم يبدأ هنا عهد جديد لا وجود لنا فيه، فسلام عليك يا سوريا، سلاما لا لقاء بعده. الله لقد انتهى الأمر ولم يعد أمامنا أي أمل ننتظر تحقيقه بعد ذلك. إذن فما يبقيك هنا أيها القائد؟ لما لا تلحق بالإمبراطور في القسطنطينية؟ وكيف الوصول إلى القسطنطينية وجند المسلمين منتشرون في كل شبر من أرض الشام وفلسطين؟ يمكنك إجراء مفاوضات مع ابن العاص لتسليم المدينة وتأمين خروجك بجيشك سالما.
لم يعد أمامي من ملاذ سوى مصر، حيث ألحق بالمقوقس. هذه فكرة طيبة حقا، ولكن كيف الخروج إليها وابن العاص يحاصرني من كل ناحية؟ إذا أذنت لي ذهبت إليه وفاوضته في ذلك الأمر. افعل ما بدا لك، افعل ما بدا لك. أيها الأسقف المحترم، أنت تعلم أننا ما جئنا لبيت المقدس غزاة أو فاتحين، وإنما لنحررها من احتلال الروم لها ونشر كلمة الحق بين ربوعها. ولقد كنا دائما قادرين على اقتحام المدينة وفتحها عنوة، لكن إجلالنا لأولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى نبينا ومعراجه وحرصنا على سلامة بني عمومتنا وسكانها العرب هو الذي حال بيننا وبين ذلك. إننا نعلم ذلك يا ابن العاص ونذكره لكم على الدوام، ولكن هلا أتممت جمائلك فتركت الأرطبون يرحل عنا في أمان حتى لا يصيب المدينة بسوء في حالة اليأس؟ لينصرف الأرطبون خارج فلسطين حيثما شاء، على ألا يمس رجلا أو حتى حجرا من أحجار المدينة، وأن يسلم لنا إخوتنا المجاهدين الذين يحتفظ بهم في سجنه. إذا فهو حريص على سلامتهم إلى هذا الحد. نعم، وهو يطلب الإفراج عنهم قبل الرحيل. لن أفرج عنهم يا سيد الأسقف إلا عند خروجي تماما من أرض فلسطين سالما. ولكني أيها القائد قد اتفقت معه على ذلك. سأخذهم معي كرهائن لتأمين انسحابي، ولن أفرج عنهم قبل دخول رفح. ما حاجتك إلى الرهائن يا سيدي؟ وقد أعطاك عمرو بن العاص كلمته، وهم قوم معروف عنهم الوفاء بالعهد. لتعلم أيها الأسقف المبجل أنني لم أعد أثق في أحد بعد أن تخلى عني الإمبراطور نفسه. لم أعد أثق حتى في نفسي. وإذا لم يسمح لي بالانسحاب آمنا ومع الرهائن فسأدك هذه المدينة فوق ساكنيها، ولن يتسلمها مني ابن العاص إلا كومة من الحجارة. لا بأس، من أجل سلامة المدينة فإننا نقبل أن يصحبهم معه حتى أول حدود مصر كما طلب. شكرا لك يا ابن العاص، لن ينسى أهل بيت المقدس لك ذلك. ولكن لي رجاء أخير. ما هو؟ أن تعطونا عهدا وميثاقا بالأمان شأن المدن المفتوحة صلحا. لكم ذلك. ثم إن لمدينة بيت المقدس مكانة خاصة عندنا وعندكم، وليس شأنها شأن المدن الأخرى، لذلك نرجو أن تسمحوا لها بميزة خاصة عن غيرها. وما هي هذه الميزة الخاصة؟ أن يتسلمها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بنفسه كتكريم لها. سأرسل إلى أمير المؤمنين بذلك، وله أن يرى رأيه فيما طلبت. لقد جاء من يبشرنا بوصول أمير المؤمنين إلى الجابية، حيث أرسل يستدعي جميع قادة الشام.
لو رأيت أمير المؤمنين هذا الذي دنت له مشارق الأرض ومغاربها، وقد قطع المسافة من الحجاز إلى الشام فوق دابة يتبادل ركوبها هو وغلامه. إنه ابن الخطاب يا أخي، لا يعرف سوى التواضع لله، ولا تغره زخارف الدنيا. فهيا بنا لنلقاه ثم نعود به ليتسلم بيت المقدس. يا أهالي المقدس، يا أهل إلياء، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صلبانها ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إلياء أن يعطوا الجزية، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم أمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن. وعليه مثل ما على أهل إلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصليبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصليبهم حتى يبلغوا مأمنهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك كل من خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان. لقد جاء أخيراً الذي طال انتظاره. كلماته من نور، يبتسم فتزهو له الدنيا وتكون ربيعاً أبدياً. بالحق جاء، بالهدى جاء، بالنور جاء، بالرحمة جاء. فهللوا هللوا يا بنات إلياء.
لقد عادت إليه نوبات الصرع. كلما دخل الإيوان طرأت له خيالات تفزعه، ولا نراها نحن الذين من حوله. لا بد أن يدركه نصيبه من اللعنة. لا فكاك، لا فرار، لا نجاة. اللعنة، النار. ألا تستطيعين دفع هذه اللعنة عنه؟ أين كسرى الآن؟ سأسرع باستدعائه لك يا كاهنة النار المقدسة. أيتها النار يا عنصر كل الأشياء، لهيبك هو الرعد والبرق، وليكن الخلود لك يا أصل كل الأشياء. اقترب. اجلس، اجلس بيني وبين كاشفة كل الأسرار. إنها تخبرني عنك بكل شيء. أنصت إليها حتى تكشف لك عن شيء لم تسمع عنه، تكشف لك كل شيء. ثم حدثني أنا، إني أسمع معك ما تسمع. إذن فأنت تعرفين ما أريد الحديث عنه؟ هي التي تعرف، هي التي تفصح، وهي التي تشير علينا بما سوف نفعل. اكشفي عنها ما تشير علي به. لا تتعجل، تحدث فقط بما تجد. لا أجد سوى الضياع. أملك كل شيء ولا أملك أي شيء. أقبض على أمر فارس جميعا، لكنه قبض الريح، حصاد الهشيم. وجدت وفقدت، ملكت وضيعت. إذن هي اللعنة التي أصابت كل آباء ملوك فارس، هؤلاء الذين جلسوا على العرش. كانت نهاية معظمهم إما بطعنة خنجر في الظلام أو هزيمة على يد الأعداء يفقدون بها الملك والسمعة. وأين لك النجاة مما قدرته النار عليك؟ وهل قدرت علي أن أكون مثلهم؟ أن تطاردني اللعنة التي طردتهم إلى أسوأ المصير؟ انتظر، انتظر، إنها لم تفصح بعد. انتظر. حتى متى الانتظار؟ بعد لحظة واحدة سوف تعرف المخبوء من الأمور. لكني أريد أن أعرف الآن. انتظر. ستمنحك النار المقدسة العلم بكل شيء في الوقت الذي تريده هي، لا الوقت الذي تريده أنت. ولكن هل يطول الانتظار؟
اسكت. لا تتعجل، لا تتعجل معرفة ما لم تأذن لك به.